المهجر أو المنفى يعني للكثيرين منهم عالما مصغرا لما يدور في بلدهم. في ولاية كولورادو وتحديدا في مدينة دنفر الأمريكية التقى مراسلنا خليل بن طويلة بصحفي أردني مهاجر لا يتوقف عن إصدار المطبوعات وإطلاق المواقع الإلكترونية التي تعكس واقع العرب في المهجر وفي أوطانهم. نتابع. صبيحة يوم جديد يصل الصحفي الأردني محمد صيام برفقة زميله وشريكه أنور فرجاني إلى مقر جريدة US أرب في منطقة أرورا ضواحي مدينة دنفر في كولورادو. هناك متغيرات كثيرة حدثت، ولكن ومع ذلك يعتقد طاقم الصحيفة أن جالية بنحو 2,000,000 شخص بالولايات المتحدة تستحق أن تكون لها جرائدها بالحرف العربي. من يعيش في المهجر عنده مساحة من الحرية أكبر. من يعيش في الوطن العربي يعني هناك العديد من الجهات الضاغطة، لنسميها بين مزدوجين الأجهزة الأمنية في معظم الدول العربية تتدخل في ما يطرحه الإعلام. يلح محمد صيام على أن حرية التعبير والعمل بعيدا عن الضغوط والمحاذير ما زالت أهم أسباب هجرة الصحفيين. يعني هي مساحة التعبير في العادة موجودة، عرفت علي؟ لكن هي تختلف من شخص لآخر، من وسيلة إعلام لأخرى، وأنت بتعرف معظم وسائل الإعلام العربية حتى اللي بتصدر بالخارج أوروبا تحديدا وحتى بأمريكا هون في لها ارتباطات خارجية. حكاية الحرية موضوع نسبي، بيعتمد مين الطباخ بين المزدوجين. في اليوم العالمي لحرية الصحافة يعود الحديث أيضا إلى التحديات التي تواجه الصحفي العربي في ظل ما يعرف بالربيع العربي والتوترات التي تصاحبه. يعني بدأ كنوع من التغيير، وبعدين بدأت الشيطنة لهذا الربيع العربي من قبل أنظمة احنا. ولكن هناك من يساند أيضا. طبعا هناك من يساند. محمد صيام الأردني الذي استقر في ولاية كولورادو الأمريكية قادما من تكساس ونيويورك قال صراحة إن مقص الرقابة كان وما زال يطارد الصحفي في الداخل والخارج أيضا. في عام 2007 وحينما انتشر الإنترنت عملنا موقع اسمه آخر خبر دوت نت. الحقيقة هو معروف بالوطن العربي بشكل كبير. في هذا الموقع كنا بنقدم الأخبار، التحليلات السياسية من الوطن العربي. ركزنا على الشأن الأردني بين المزدوجين والفلسطيني، ولم يعجبهم ما نقدم، لأنه يعني طالما عم نحكي عن اليوم العالمي للصحافة، أنا بفتح ملفات فساد وأعطي حق الرد. ما عجبهم ما نقدم، قاموا بحجب الموقع. بالنسبة لمحمد صيام وفريقه ممارستهم الصحفية هذه أصبحت بمثابة قضية. يقولون إنهم يكتبون فيما يمكن أن يجعل المهاجر العربي أكثر نجاحا وأكثر اطلاعا على جميع الأمور في ولاية كولورادو وولايات أخرى وحتى في الوطن الأم. خليل بن طويلة لليوم على الحرة من دنفر في كولورادو.